السلام عليكم ورحمه الله. في الفيديو دوت هوضح لك خطتك من دلوقتي لحد اخر يوم في شهر 6، وكمان اعرفك هتعمل ايه من دلوقتي لحد الامتحانات تضافش المجموع، وبالنسبه برضك لابدا امتى مواد تضافش المجموع، وبالنسبه لاجازه العربي هل ناخدها كلها للعربي ولا نخلي منها جزء للفيزياء بما ان عندنا امتحان الفيزياء الايام بتاعته هتبقى قليله. هوضح لك كل الحاجات ديت، حتى لو انت كمان لسه ما خلصتش المنهج دلوقتي هعرفك هتعمل ايه. صدقني هتوصل لاخر الفيديو وتقول انك ما ضيعتش وقتك انك سمعت الفيديو كامل، تمام؟ وبرضك هعرفك بعض الملخصات المهمه اللي هتحتاجها جدا جدا في ليله الامتحان الفتره الجايه. هنكمل الفيديو للاخر وما تنساش تضغط لايك وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا، ويلا بينا. عايزك كده تجيب ورقه وقلم معايا عشان نكتب خطتنا ونرتب اولوياتنا الفتره ديت. اول حاجه انا عايزك الفتره ديت اللي هي من دلوقتي لحد الامتحان تضافش المجموع تركز على حاجه واحده بس، انك تخلص المراجعه الجزئيه بتاعتك على المنهج. واول لما تخلص ان شاء الله تخلص في 5/6 في 6/6 ما تقلقش. واول لما تخلص بنبدا نحل شوامل على المنهج، واي غلطه نغلطها في الشوامل نروح لكتاب الشرح نذاكر الجزء اللي احنا غلطنا منه تاني، مفيش مشكله. عايز ده يكون سيستمك الفتره ديت. ثانيا ما تقلقش لو انت لسه ما خلصتش المراجعه الجزئيه بتاعتك، تخلصها على 6/6 تخلصها على 7/6 مفيش اي مشكله. وفي حاجه مهمه، لو انت عاوز تخلي اليوم بتاعك منتج باكبر كميه ممكنه وتخلص كميه كبيره بتركيز، لازم تخلي اليوم بتاعك بالسيستم ده. اول حاجه هنبدا اليوم بتاعنا من الساعه 2 بالليل، نكمل نصلي صلاه الفجر، نكمل مذاكرتنا لحد الساعه 11 او 12 الظهر، تمام؟ هنيجي ناخد بريك تقريبا ساعتين 3، وبعدين طبعا نصلي الصلوات وناكل مفيش مشكله. الفتره اللي هي بقى من بعد المغرب للعشاء ديت حاول تحل فيها امتحانات شامله، تحل فيها اسئله سابقه، تحل فيها اسئله على الابواب، وبعدين تنام من بعد العشاء لحد الساعه 1 او 2 بالليل. السيناريو ده لو انت مشيت عليه الفتره ديت من بدايه 1/6 صدقني انت هتلاحظ في كميه انتاج وكميه تركيز مرعبه جدا. عن تجربه انا كنت ماشي على النظام دوت من بعد شهر 5، صدقني كانت في كميه انتاج مرعبه. جرب اعمل النظام ده. معلومه، يا ريت نحاول نقلل سنتر. انا هفهمك حاجه، اللي احنا نروح سنتر الفتره ديت بمراجعه مثلا لمستر مشهور، مراجعه مثلا كده بال3 ساعات في قدامه مثلا ما شاء الله عدد كبير جدا، انت حرفيا مش هتستفاد. بدل ما كنت تسمع فيديو في البيت مراجع لك المنهج تكتب وراه قاعد مركز، ده كله ده هيبقى احسن صدقني. مش عشان مثلا مستر ولا مدرس مثلا مشهور عمل مثلا مؤتمر او عمل مثلا اجتماع كذا للشرح مثلا منهج كامل بال3-4 ساعات هتروح هناك، انت حرفيا تروح هناك عشان مثلا تتكلم مع المستر وتاخد، لكن انت مش هتروح عشان تستفاد بجد منه. فنصيحه الفتره ديت نبعد عن دروس السنتر، الاجتماعات اللي بيعملها مدرسين كبيره ديت نبعد عنها شويه، نقعد في البيت نحاول نركز نظبط النظام بتاعنا زي ما قلت لك. تاني حاجه بقى بالنسبه لعبد الله الامتحانات تضافش مجموع او المواد تضافش مجموع، انا اذاكر لها امتى؟ او معنى صح انا ذاكرتها امتى؟ بصوا يا جماعه، انا والله العظيم انا صادق معاكم ومش هقول لكم مثلا ان انا بقالي فتره بجهزها، لا والله العظيم انا بدات اذاكر المواد تضافش مجموع قبل الامتحان بيومين. انت عندكم المواد تضافش مجموع الامتحان بتاعها يوم الاثنين اللي هو 10/6، يبقى انت يوم الجمعه اللي هو تقريبا 7/6 باين هنبدا نبص على المواد تضافش مجموع. انا قلت لكم ان انا بدات اذاكر الماده اللي تضافش مجموع ديت قبل الامتحان بيومين بس. امتحان الدين عندك طبعا فيديو مستر الاستاذ رضا الفاروق مفيش اي مشكله، وبرضك في الفيديوهات بتاعت الاحصاء والاقتصاد والحاجات دي كلها والوطنيه هبعت لك فيديوهات ممتازه جدا وهتعجبك ان شاء الله في المراجعه. بس لما نوصل ليوم الجمعه ما تشيلش اي هم لا خالص، ولا تحس ان هي المفروض اذاكر لها من فتره ولا كده، لا نهائي. يوم الجمعه اللي هو تقريبا 7/6 نبدا نذاكر المواد تضافش مجموع. والتاني بقول لك كل الروابط بتاعت فيديوهات الدين المراجعه كل حاجه بالمذكرات هرفعها لك على جروب التليجرام لما يجي ميعاد اللي احنا نذاكر المواد تضافش مجموع، وانا هعرفك على الجروب، تمام؟ كده احنا خلصنا لحد المواد تضافش مجموع اللي هو تقريبا خلصنا 10/6 و12/6 وامتحناها وخلصنا منها. كده احنا خلصنا جزء كبير ودخلنا بقى احنا بنرتب دلوقتي بنكتب مع بعض، احنا قاعدين بندردش. ماشي كوبايه القهوه. طبعا عبد الله انا عملت زي ما انت قلت ومرتب دلوقتي اولوياتي خلاص تمام. نيجي بقى للنقطه الكبيره اللي فيها جدل. احنا عندنا العربي تقريبا له 10 أو 9 ايام اجازه من بعد المواد تضافش مجموع لحد امتحان العربي، عندنا 9 ايام اجازه اللي هم تقريبا ايام العيد الكبير منهم اللي هو اجازه العيد الكبير. طب انا دلوقتي هل اذاكر العربي بس في الفتره ديت وبعدين لما اخلص العربي هلاقي نفسي عندي 3 ايام فيزياء بس؟ طب الفيزياء ايامها قليله جدا وانا مش عارف ليه بصراحه، بس احنا لازم نعمل حاجه كده بسيطه وصدقني هتستفاد منها. ال10 ايام او 9 ايام بتوع العربي اول 3 أو 4 ايام اسمع بس الكلام هنراجع اول 3 فصول في الفيزياء، الفصل الاول والثاني والثالث. اهم حاجه الثالث، اهم حاجه عايزك تخلص من الثالث الفتره بتاعت العربي ديت. بعد ال3 ايام و4 ايام احنا رجعنا الفيزياء نبدا نبص على العربي. اللي من بقى نبدا نذاكر العربي نذاكر النحو نذاكر كل حاجه، وانا على الجروب برضو بعرفكم يا جماعه انا كنت قلت لكم ان احنا النهارده هنبدا كذا عشان لازم نجهز مثلا جزء معين في الفيزياء قبل ما نخش على العربي، هبقى انبهكم على الجروب التليجرام. بس احنا دلوقتي بنرتب الخطه بتاعتنا.
تمام. يعني اول 3 ايام بدات اراجع اول 3 فصول في الفيزياء، ولو قدرت اخلص ال4 فصول مفيش اي مشكله، يبقى انت كده عملت انجاز. وبعدين نكمل العربي نراجعه بص بالتفاصيل ونحل كتير ونراجع نحو مفيش اي مشكله. هنمتحن العربي، هنخلص امتحان العربي، هنيجي بقى اللي احنا خلاص دخلنا على الفيزياء. احنا خلصنا اول 3 فصول او اول 4 فصول. الفيزياء الحديثه يوم بس هنقعد كده بهدوء هنخلصها مع بعض، هنذاكر هتخلص الحديث، او معلش تاخد منك يومين تراجع المنهج كله تاني. اليوم الثالث نبدا نحل شوامل، نشوف مثلا فيديوهات ليله الامتحان لمستر عبد معبود اللي انا قايل لك عليها ممتازه جدا وعملتها لك على جروب التليجرام. ركز على الحته ديت، وهنبهكم برضو يوم ما تيجي، دي نقطه مهمه جدا عايزين نقولها برضك. كده خلاص، كده احنا رتبنا نفسنا من دلوقتي لحد يوم 1/6 اللي هو حديت يوم اخر شهر 6. وكمان عرفتك احنا نعمل ايه وكده. وانا هنبهك مثلا لما يجي يوم الجمعه اللي هو يوم 8/6 او 7/6 اقول لك يا جماعه نبدا نذاكر ما نضيفش المجموع. خد فيديوهات مثلا، فيديو الدين، خد مثلا فيديو الاحصاء، فيديو الاقتصاد، فيديو الوطنيه، ما تخافش انا معاكم الفتره ديت. دي كده بالنسبه لسيستمنا او اللي احنا نعمله في الشهر ده. تمام. عبد الله، طب في حاجه بقى، يعني انا لو الفتره ديت دلوقتي انا حاسس بيك والله لسه ما خلصتش المراجعه بتاعتك اللي هو المراجعه الجزئيه، وحاسس بالقلق والتوتر، وانك مثلا طب انا دلوقتي دخلت لسه لي جزء مثلا واخلص المراجعه الجزئيه، وفي ناس بتقول لي حل شامل وكده وانا لسه ما خلصتش. انا بص، انا مش عايزك تقلق خالص، انا عايزك تعمل حاجه بس، تحدي ال7 ايام لحد يوم 7/6 او 6/6 اللي احنا نخلص المنهج بتاعنا كله. نعمل جدول تو دو ليست كبير، نوزع المنهج بتاعنا على الفتره ديت، ونعمل اقصى ما في جهدنا ان احنا نخلص المواد دي كلها. تمام. التحدي لحد 6/6 نخلص كل التراكمات وكل المراجعه اللي احنا لسه ما خلصناش. تمام. ديت نقطه مهمه عايزين نعملها. وبعد ما نخلص المراجعه الجزئيه هعرفكم برضو احنا نبدا ما نضيفش المجموع. بالنسبه بقى للملخصات، بالنسبه لاهم ملخص هنحتاجه في الشهر دوت لحد اخر شهر 6 هو ملخص مهم جدا لقوانين المنهج مكتوبه بطريقه منظمه جدا. هتحتاجها، هشارك على جروب التليجرام بس بشرط هنطبعها. ايوه هنطبعها كامله. تمام. وانا عندنا كده اهوت، ونعمل كده كل ما نراجع فصل او مثلا نخلص فصل ليله الامتحان نعمل عليها مثلا تروك كده اللي احنا خلصناها ونراجع القوانين بسرعه. دي كده كل النقط المهمه في الفيديو. هعمل لك كده ريفيجن سريع اللي انا قلته عشان تفهم معايا. اول حاجه، من دلوقتي لحد يوم 7 و8/6 اللي هو يوم الجمعه نبدا نركز على المراجعه الجزئيه بتاعتنا، اكبر قدر من التركيز منصب على المراجعه الجزئيه. اول ما اخلصها ابدا احل شوامل. يوم الجمعه هبدا اراجع المواد اللي ما تضافش المجموع، وكل الروابط في الفيديوهات وكل حاجه هبقى اشارك على جروب التليجرام. تمام. خلصنا المواد ما تضافش المجموع، دخلنا على اجازه العيد اللي هي تقريبا 9 ايام بقى اجازه العربي عشان نمتحن العربي. اول 3 ايام ولا 4 ايام هدفي اخلص 3 او 4 فصول من منهج الفيزياء، وانا هنبهك برضك. تمام. بعدين ال7 ايام الباقيين نبدا نذاكر العربي. بعد ما نخلص العربي هنمتحن، هنيجي ما عادش في الا 3 ايام للفيزياء، هنروح جايين مكملين على اللي احنا كنا راجعناه في العربي اللي هو جزء الفيزياء. خلصنا الحديثه، يبقى احنا كده خلصنا الفيزياء. نعمل ريفيجن كامل على الحديثه بالفيزياء برضو اللي هو الباب الاولاني يعني اللي الفيزياء كلها على بعضها، وبعدين نبدا نحل شوامل. خلص الشهر كامل. الريفيجن واضح، الطريقه وضحت، كل حاجه وضحتها لك في الفيديو دوت يعني. فاتمنى تكون استفدت، وصدقني انا بص جبت لك والله ملخص واهم النقط المهمه جدا اللي هتحتاجها في الشهر ديت. تمام. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ولو عايز اي حاجه اكتب لي كومنت او ابعت لي على الانستجرام، احط لك الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت. عايزك تتعب الفتره الجايه لان حلمك وفرحه اهلك تستاهل تعبك. شد جامد، اتعب اقصى ما في جهدك، بدل ما كنت بتذاكر 12 ساعه ذاكر 14 ساعه. صدقني حلمك وفرحه اهلك هتستاهل تعبك. تمام. ده كل النقط اللي في الفيديو، اتمنى تكون استفدت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وهكون معاكم يعني. لو عايز اي حاجه كلمنا على طول. سلام.